السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وتوقعات جديدة لحلقة جديدة من المسلسل حكاية خرافية. ظافر حب زينب أو نقول مليس، ومليس بتحب أنور، ولكن أنور بيحب مين؟ هو ابتدى يحبها بالفعل، ولكن ساكت علشان ما ينفعش إن هو الإنسان اللي أعلن إن هو هيتجوزها في يوم وليلة يتركها ويرجع لواحدة لسه ما يعرفهاش من يومين. ولكن المصيبة في الحرب اللي جاية ضده، الحرب اللي هتقوم بيها ريكا هي وأولادها ضد أنور لما عرفت إن هو أخد الكرسي مكان أبوه وإن هو اللي هيمسك الشركة ويديرها. لا، هنا لازم نبوظ كل حاجة هو بيفكر فيها. ما انتي بقى اللي هتقوموا بالمهمة. هي مين؟ طبعا نسلهان. نسلهان ان هي اساسا بتكره اخوها ومش طايقاه ولا طايقه ان هو يكون في الشركة، ان ابوها ان هو يسمح له ان هو يمسك الشركة ويديرها بدونها. لا، ده انت بقى كده مش هتعدى على خير. ومن هنا هتكون الحرب ما بين الاخوات بسبب الكرسي او بسبب الشركه. هريكه دي انسانه فظيعه، مش كفايه خطف الراجل من مراته وخلت الولد يعيش من دون ام، كمان بتخليه ما ينفعش ان هو يمسك الشركه ولا يديرها. ولكن انور هيقدر يحارب معاهم ويبقى طبعا يكسب ثقه ابوه ويكبر في نظره ويقول له فعلا ان انت قدرت تتحمل المسؤوليه وتمسك الشركه في وقت تعبي، ولا هيبقى العكس؟ اعتقد ان هو هيكون عينيه في وسط راسه وهيبتدي يمسك الكبيره والصغيره ومش هيفوت، وربما يتجند ناس داخل الشركه يبقى متابعين ونظرهم على نسلهان ويحاولوا يتصنطوا عليها علشان لو اتكلمت في اي شيء او عملت اي شيء توصل الاخبار ليه. معنى كده ان هو مش هيكون سهل. ولكن تقاربه من زينب برضك هيسبب له مشكلة مع بيجا، ولكن بيجا دي برضك هي المشكلة الأساسية لهريكا، لأن هي مش حباها ولا حابة إن هي تكون أساسا زوجة أنور ولا تكون كنتهم. معنى كده إن هي هتحاول بأي شكل من الأشكال إن هي توافق على العمل مع ميليس، وإن هما تبقى قريبة من ابنها بشكل من الأشكال. يعني ابنها مين؟ مش أنور، لا، ده هي قريبة من ابنها ظافر اللي هو ابتدى يحبها. يعني معنى كده لو سمحت يا نور تخلي البنت دي تكون معاك في الشركة وتحاول توافق على التطبيق بتاعها علشان تكون قريبة من ابني وتكون كنتي الجديدة. ومن هنا لما تشوفها بيجا وان هي بتتردد مع نور في العمل، معنى كده ان هي تغير والعلاقة ما بينهم تنتهي. يعني منها تنهي علاقة نور ببيجا، ومنها ان هي تقربها من ابنها وهي ما تعرفش ان هي نصابة وفقيرة وما تملكش اي شيء. يعني هريكا دي زي ما هي بتدبر الكوارث هتقع في كارثه، والكارثه دي اللي هتطول ابنها ذات نفسه، لان اساسا ميليس لا هتحب ظافر ولا هترتبط بيه، وهي اساسا داخله العيله دي لان تكسب منهم قرشين، وبتحاول تدبر المبلغ علشان تديه لقلب اللي يرجعه للمافيا بعد ما ادوله فرصه مده معينه شهر بحاله علشان يرجعوا له الفلوس. ولكن هتنجح في ان هي تكسب المبلغ ده وترجعه لقلب قلب دلوقتي بقى ضلها وماشيه معاها في الخطه. ومن هنا هيتقرب من طبعا أميد في المطعم، وان هو بيشتغل معاه علشان يقدر يعيش مع صديقه في البيت بدون ما يطرده ولا يتخلى عنه، وكمان يلاقي مكان يعيش فيه. وفي نفس الوقت ان هو هيتقرب من البنت وهيبتدي يحبها. هيبقى في علاقه ما بين قلبه وأميد، ايوه هيكون في علاقه، لان من الواضح ان البنت مالت ليه وابتدت هي تحطه في دماغها. يعني هنشوف قصه حب جديده، ايوه هنشوفها، وده توقعت. اشوفكم على خير واقول لكم الى اللقاء.